عايز اقرا الفاتحه الاول برضو كده يعني عشان ربنا يكرمنا. طبعا من عفا واصلح فاجره على الله. احيانا كتير قوي ان احنا بنشيل اخطاء غيرنا، يعني خصوصا غيرنا ده لما يكون حد من عيالنا احنا لازم نفديه، لازم نقومه، لازم نوجهه للسلوك الصح. احنا مش هنعيب عليهم ان هم عملوا خطأ، ولكن هم وارد ان يعملوا خطأ مرة واثنين وثلاثة، ولكن الصح ان احنا نستفيد من الخطأ، وان يكون ده سبب ان احنا عينينا تبقى موجودة على اولادنا، ونستفيد من موقف زي دوت فعلا. يعني ان عندنا ادوات كتيرة اولادنا بيستخدموها، وارد ان الادوات دي تستخدم غلط، وارد ان يحصل بيها مشاكل كبيرة تقعدنا نفس القعدة ديت. ربما سبحانه وتعالى قد يعني قبل الطرفين بهذه الحالة وهذا البلاء ليكون قدوة وعبرة، وهو ده اللي احنا قاصدينه من المجالس العرفية. احنا لما بنقعد مجالس عرفية لازم نطلع منها بقدوة وعبرة. ولما بنقول هننشر فيديو فيه اعتذار او هننشر صور فيها اعتذار، مش عشان نتباهى ان احنا في طرف من الاطراف ضعيف وطرف من الاطراف قوي خالص نهائي، ولكن بنتباهى ان احنا طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى في حاجه اسمها القصاص، في حاجه اسمها الديه، وان احنا نتباهى ان احنا بنقول لكل الناس نخلي بالنا من المشكله دي، محدش يكررها في بيته، عشان هيوصل لمرحله من المراحل اللي احنا وصلنا لها دي، وهيكون عائق وهيكون كلفه وهيكون اذيه نفسيه لاهل البيت بتوعه. فنتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون استفدنا من الدرس، ونثني على الطرف الثاني المخطئ او الشباب اولياء امورهم ما راينا منهم الا كل خير، ويكفي ان هم قاعدين عندنا في بيتنا معززين مكرمين، يعني دي تحسب لهم، على الرغم من ان الولاد لسه محبوسين. ده مش سبب، لا السبب الاساسي ان احنا بنشيل كل الفجوه وكل المشاكل اللي حصلت ما بين العيلتين. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما اتانا، وانا سعيد جدا ان انا اتشرفت بحضراتكم النهارده في هذا المجلس الطيب. اعتقد ان المجلس زي دوت بتحفه الملائكه وذكرنا اسم الله فيه، فبالتالي هنقوم منه واحنا واثقين تمام الثقه ان مفيش حد هيفكر يتعرض للتاني، مفيش اي حد هيفكر ان يكون عنده نيه سيئه ويضر التاني باي ضرر مهما كان. واحنا شهود على هذا المجلس وعلى ما تم فيه من جميع اتفاقات، واللي هيخلف اي اتفاق واللي هيتعدى على الطرف الثاني كلنا هنكون صف واحد واقفين له وهنرد الحق للطرف الثاني. وارجو ان يكون كلامي ما ازعجش حد، وتحياتي لكل الحضور وربنا يقدرنا. واحنا ما احنا صادقين على الموضوع اللي حصل ده ابدا، زعلانين اكتر منكم. واحنا عملنا الاستاذ هاني طلبه عند العمده وكتبنا كل حاجه وظبطناها، وان شاء الله ربنا يتم بخير. واللي حصل ده يمكن خير يا حاج شاكر، والراجل ان انتم سامحونا في اللي حصل، واحنا يعني الموضوع مش هيتكرر تاني ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين صحابته فابتسم، فقالوا له ما اضحكك يا رسول الله؟ ايه انت بتضحك ليه؟ فقال رايت ربي وقد اجلس بين يديه خصمان، فقال احدهما يا ربي ان هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال بماذا؟ اقول لك حقك ازاي؟ قال اعطني من حسناته قدر ما اساءني. ليست له حسنات. أم قال له خذ من سيئاتي. قال له أو يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له إذن يا رب ماذا كيف أخطأت منه؟ قال انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمينه فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من زي ما قال ما لا عين رأت. قال لمن هذه يا رب؟ قال لمن يدفع ثمنها. قال وما ثمنها يا رب؟ حلوة أوي. وما ثمنها يا رب؟ قال أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة. فعجبت من رب يصلح بين عباده. قاعد يصلح